اقعدوا انتوا طول اليوم ومن اول ما تصحوا قلبوا على التيك توك وانستجرام، ضيعوا وقتكم واشهروا ناس ودخلوا لهم فلوس، وانتوا اولى بكل ده لنفسكم. ايه، انا عايزه اعرف انت او انتي مستنيين ايه علشان تاخدوا خطوه ايجابيه لنفسكم. كل حد فينا عارف كويس هو المفروض يكون بيعمل ايه، هل احنا بنعمله؟ لا. ليه؟ ان احنا وقتي اغلب الناس وقتها ضايع على السوشيال ميديا. انتوا ما تتصوروش الوقت اللي عندكم ده دلوقتي هو نعمة مش هتلاقوها بعد كده قدام. الشباب كلهم دلوقتي عندهم وقت، بعد كده قدام هتبقوا مسحولين في المسؤوليات، الشغل، في الجواز، في الاولاد، في المصاريف. مش هيبقى عندكم رفاهية ان انتوا يبقى عندكم وقت لنفسكم تعملوا فيه حاجة. هيبقى جزء من وقتكم للبيت، جزء من وقتكم للأولاد، جزء من وقتكم للطلبات اللي لازم تتجاب، جزء من وقتكم للمشاكل اللي بتقابلوها. فاللي انتوا فيه دلوقتي ان انتوا في نعمة ان عندكم وقت، استغلوه يا جماعة ان انتوا تبتدوا تبنوا حاجة لنفسكم. كتير مننا عندهم احلام احنا قاعدين على السرير عمالين نسكرول من اول اليوم لاخره. افتحوا الواتش تايم عندكم، شوفوا الواتش تايم عندكم قد ايه. اتحداكم ان هو في رينج 7 ساعات 6 ساعات. طب ما ال7 ساعات 6 ساعات ده نعمل بيه حاجة مفيدة لنفسنا وحاجات فري ومن غير ما تتحركوا لبيتكم. الانترنت حاجة كويسة جدا ومهمة جدا، بس نستغلها صح بان احنا نزود لنفسنا، نستثمر لنفسنا. خدوا من عليه كورسز فور فري. اليوتيوب انا استفدت من كورسز كتيرة فري من على اليوتيوب. ابدأوا نموا مهاراتكم، ابدأوا نموا السكيلز بتاعتكم. لو انتوا في دماغكم ان انتوا عايزين تبتدوا حاجة ابتدوها، عايزين تبتدوا بيزنس ابتدوه. البيزنس على فكرة ممكن يبدأ بلا شيء، مجرد تعملوا صفحة على اي بلاتفورم انتوا عايزينها وتبتدوا وات ايفر. في الاول تسوقوا لناس تانية، بعد كده بقى معاكم مبلغ من التسويق ده تبتدوا تشتروا حاجات، بضاعة واحدة واحدة. البضاعة دي كمية قليلة، واحدة واحدة تكبروها. عايزين تبتدوا تحسنوا من شكلكم ومن صحتكم، واحدة واحدة نبتدي نركز في ان احنا هنروح نلعب رياضة، هنروح نبتدي ننظم اكلنا. مش لازم يا جماعة من أول ما نصحى عينينا في الموبايل. صدقوني الكسل بيجيب كسل والحركة بتجيب حركة. اعملوا لنفسكم تشالنج ان انتوا اسبوع اول ما تصحوا من النوم مش هتمسكوا الموبايل، وشوفوا اليوم ده هيبقى فيه productivity قد ايه بالنسبه لكم في اي حاجه، سواء صلاه، سواء تركيز في الاكل اللي داخل جسمنا، سواء رياضه، سواء مخكم بدأ يعمل برين ستورمينج لحاجة انتوا عايزين تعملوها تدخل لكم دخل او تعمل لكم حاجة. عايزين تبدأوا سوشيال ميديا، تبدأوا انتوا اللي تعملوا لنفسكم الحاجة دي، مش عمالين نسكرول نكسب الناس تانية فلوس ونشهر ناس على حاجات تافهة مش بتضيف لينا اي حاجة. وقتكم ده نعمة حلوة جدا هنتحاسب عليها كلنا، وقدام مش هيبقى عندكم رفاهية الوقت دي. فابدأوا انكم تستثمروا في حاجة لنفسكم تنموا بيها نفسكم، تدخلوا لنفسكم دخل، تظبطوا صحتكم، تظبطوا جسمكم. الموبايل ده يا جماعة لعنة لعنة. انا عايزة اقول لكم ايام ثانوية عامة انا كنت من الطلبة اللي هو مش مجتهدين ومش شاطرين، وجيت في ثانوية عامة لقيت نفسي ان انا لو فضلت بالمستوى ده انا هبقى من الناس الافريج او بيلو افريج كمان. انا مش عايزة ابقى كده. يعني انا طول عمري مثلا اهلي مدخليني مدارس كويسه، بيصرفوا عليا كويس عشان ما اتبهدلش، بيستثمروا في ولادهم علشان نبقى احسن ناس. فما اجيش انا ابوظ الدنيا بان انا كسوله او ان انا مش عايزه اعمل حاجه لنفسي. كان فاضل على امتحانات ثانويه عامه 3 شهور بالظبط، انا الموبايل ده حرفيا حدفته بعيد، و3 شهور محدش يعرف عني حاجه. بظبط الالارم الصبح على الفجر، اصلي الفجر وابتدي ان انا اذاكر. الفجر بيبقى الواحد اول ما يصحى بيبقى مخه ده في اقوى نشاط ليه. ما يجيش حد يقول لا انا ما بعرفش اذاكر غير بالليل، لا معلش، دي حاجه، دي حاجه وانت ما بتعرفش تصمم على اللي انت عايزه. فمن 4 الفجر اصلي، ابتدي اذاكر، الدنيا رايقه، الصوت هادي، الناس كلها نايمه، السما فيها لون كده بينك وفيها ريحه الصبح، تحس ان العالم كله بتاعك. وقعدت 3 شهور ده اركز اركز اركز. كان بيبقى فيه برايفتس طبعا بروح لها. اللي عايزه اقول لكم البرايفت ده في السكه وانا رايحه له كنت ببقى بفتح براجع بسمع لنفسي في السكه في الرايح وفي السكه في الراجع، وما كنتش باخد بريك ولا ريست غير للاكل مثلا والصلاه والحاجات دي لمده 3 شهور. والحمد لله الحمد لله وقتها جبت 98%. وقتها كان المجموع ده يدخل اي كليه انا عايزاها. والحمد لله حسيت ان انا عملت حاجه لنفسي. انا ايه اللي فوقني في اللحظه دي؟ ان انا لو فضلت على الليفل اللي انا فيه ده
الكلية دي بيعتمد عليها حاجات كتيرة جدًا، بيعتمد عليها إحنا هنشوف مين، هنشتغل فين بعد كده، هنتجوّز مين، هيبقى الناس المحيطة بينا إيه. فالحمد لله دخلت الكلية اللي أنا كنت عايزاها، أهلي بقوا مبسوطين بيّا فخورين بيّا، مجرد بس إن الواحد ركّز لمدة 3 شهور في target هو عايز يوصل له، هيضبّط عليه حياته قدّام مستقبليًا. فبجد الكلام ده لكل الشباب بنات وولاد في كل الأعمار، لكل الناس اللي قاعدة مش عارفة تبدأ منين. حطّوا لنفسكم targets معيّنة، خطوات واضحة، يعني say مثلًا أنا عايزة أوصل لtarget معيّن، هاكتب notes فيها 5 steps أعملها تبقى حاجات ملموسة أقدر إن أنا فعلًا أعملها كل يوم. يعني say أنا عايزة أخس، خلاص هاكتب 5 points. أول ما أصحى طبعًا مش هامسك الموبايل، هاركّز إن أنا بيض مسلوق whatever بقى، بطاطس مسلوقة، الحاجة اللي أنا هاكلها، هوبا بعدها هانُط في لبس الgym، هاروح الgym لمدة ساعة، هاجي هاتغدى، الغدا بتاعي هيبقى كذا، 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 ممكن أكون محضّره من اليوم اللي قبله. أمشي بخطوات ملموسة هالاقي نفسي وصلت. say أنا عايزة أعمل account على السوشيال ميديا وابتدي إن أنا أقدم محتوى. أنا أول ما أصحى مش هامسك الموبايل، أول خطوة هابتدي إن أنا أصلي، آكل، أشرب، أبتدي إن أنا ألبس، أجهز الكاميرا وابتدي إني أتكلم كل يوم فيديو. هنعمل يعني امشوا بالشكل ده يا جماعة، هتلاقوا الconsistency والdiscipline اللي انتوا فيه هيوصلكوا آخر الشهر لحاجة، بعد شهرين لحاجة، بعد 6 شهور لحاجة، بعد سنة لحاجة. احنا لو كنا كل حاجة بنتمناها من سنتين بدأنا فيها كان زماننا وصلنا دلوقتي لحاجة جامدة جدا. فالفيديو ده لكل حد من النهاردة، ابتدوا ابعدوا الموبايل، ابعدوا السوشيال ميديا، ابعدوا التيك توك والانستجرام، وابتدوا invest your time in yourself later. هتشكروا نفسكم. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.